تفتكر ايه اللي ممكن يخلي واحد زي نيكولاس كيج كان بيكسب ملايين وكان من اعلى الناس اجور في هوليوود يخسر ثروته كلها وكمان يتحجز عليه؟ نيكولاس كيج كان بيحب يشتري حاجات غريبة لدرجة ان هو اشترى جمجمة ديناصور اصلية بمبلغ 276 الف دولار، وبعد كده اكتشف ان هي مسروقة واضطر يرجعها وخسر الفلوس كلها. ودي ما كانتش اول ولا اخر حاجة غريبة يشتريها نيكولاس كيج. نيكولاس كيج في يوم من الايام اشترى اخطبوط حي وقال ان ده كائن ذكي جدا وهيساعده على التمثيل، واشترى قصر معروف انه قصر مسكون وممنوع حد يقعد فيه اساسا، وصرف عليه مصاريف كبيره جدا وفي الاخر باعه باقل من نص ثمنه. وفضل يشتري في حاجات غريبه وملهاش اي فايده لحد ما الضرايب حجزت عليه وخسر تقريبا اغلب ثروته، وده اللي خلاه يقبل اي افلام بتتعرض عليه عشان يجمع فلوس، وخسر مكانته وما بقاش من نجوم الصف الاول في هوليوود. الغريبه ان نيكولاس كيج مش ندمان على اللي حصل ده، وقال ان الحياه مغامره حتى لو هتنتهي بالافلاس. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.